صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاعي النهارده. في حلقة النهارده هشارك معاكم روتيني في اول يوم مدرسة كطالبة في اولى ثانوي. بجد يا جماعة أنا متحمسة جدا النهاردة عشان ده أول يوم مدرسة، وطبعا كلنا بنبقى متحمسين كده إن احنا نرجع المدرسة تاني ونشوف صحابنا وكده. وكمان عشان أنا داخلة مرحلة جديدة واللي هي ثانوي، فبرضه متحمسة. يعني عارفين حماس البدايات ده، أنا عارفاه طبعا، وفي الآخر بعد كده هنزهق، بس ما علينا. وكمان إن شاء الله في فيديو النهاردة أنا هشارك معاكم كل حاجة من أول اليوم لآخره. عندنا النهاردة حاجات كتير غير اللي احنا هنروح المدرسة، عندنا درس وعندنا مذاكرة كتير وهنقرأ قرآن وعندنا حاجات كتيرة قوي. فاتفرجوا على الفيديو للآخر. ودلوقتي يلا نبدأ. بصوا يا جماعة، أنا صحيت على الساعة 6 زي ما انتوا شايفين. صراحة أنا مش متعودة إن أنا أصحى بدري يعني للدرجة، فحاسة إن أنا راسي مصدعة شوية. عامة احنا كلنا كده في أول أيام المدرسة، بس مع الوقت مخنا يعني هيتعود إن احنا نصحى بدري وننام بدري. ودي بشوفها ميزة من أكبر الميزات اللي هي بتاعة المدرسة، اللي هي بتخلينا ننام بدري ونصحى بدري. دلوقتي يلا نروح بقى نجهز ونتوضى عشان نصلي ونجهز عشان المدرسة. بجد متحمسة قوي 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 النهاردة. فرحت بقى اول حاجة زي ما انتوا شايفين هنا، اتوضيت وغسلت اسناني. طبعا يا جماعة النظافة الشخصية دي معروفة لكل الناس، لازم طبعا تغسلوا اسنانكم كويس. طبعا يا جماعة استخدموا اي نوع معجون سنان انتوا بتحبوه. استخدموا مثلا اللي بالفحم او اللي بالنعناع، بيدي انتعاش حلو قوي. واستخدموا اللي هو غسول فم. بيدي كده برضو لو انتوا مثلا من الناس اللي بتبقى ريحة البق عندكم مش لطيفة. اللي هو غسول الفم ده حلو جدا وبيضيع البكتيريا والالتهابات، فاستخدموه. وطبعا احنا البنات بقى نعمل سكين كير، استخدموا اي غسول يعني مناسب لبشرتكم. انا بستخدم كلير سيل بقالي فتره طويله، وهو حلو قوي يا جماعه للناس اللي بشرتها مختلطه مايله للدهنيه. المهم انا خلصت هنا بقى فقره النظافه الشخصيه والسكين كير واتوضينا. ودلوقتي جاء وقت الصلاه. طبعا صلوا صلاه الفجر قبل ما تطلعوا من البيت، لازم يا جماعه تصلوا صلاه الفجر قبل ما تطلعوا من البيت. وكمان المدرسه بتخلينا اللي احنا نصحى يعني على اذان الفجر، او بيكون بعد ما الاذان اذن بشويه صغيرين، فبنصلي الفجر في ميعاده. ودي حاجه حلوه جدا، لان اللي احنا اول ما بنصلي صلاه الفجر في ميعادها بنكون في ميعاد ربنا بقيه اليوم. فتخيلوا ان انتوا عشان تصلوا ركعتين اتنين بس، بتكون ربنا حافظكم وحميكم بقيه اليوم. فاوعوا يا جماعة تستهتروا بصلاة الفجر، واوعوا تطلعوا من البيت من غير ما تصلوها مهما كنتوا متأخرين. صلوها الأول وبعد كده روحوا مدرستكم شغلكم. بعد كده وتاني حاجة برضو دي مهمة جدا، اللي انتوا تقرأوا أذكار الصباح. طبعا أنا على طول على طول في أغلب الفيديوهات يعني بتاعتي بقول الأذكار يا جماعة، أذكار الصباح أذكار المساء. الناس اللي بتشتكي من الحسد، من العين، ان هي مثلا حاسة ان جسمها وجعها، في بتشتكي بإرهاق، اقرأوا أذكار الصباح والمساء وداوموا عليهم. وهتحسوا بنشاط وطاقة وحيوية، واليوم مليان بركة والدنيا جميلة وزي الفل. فداوموا على الأذكار وصلاة الفجر في ميعادها، وانتوا هتلاحظوا ان حياتكم كلها بقت مليانة بركة وطاقة، وربنا مديكم يعني تحسوا ان اليوم بدل ما هو 24 ساعة بقى 48 ساعة. وعلى فكرة ده من أسرار الناس اللي هي إنتاجيتها عالية، إن هي بتصحى بدري وتصلي الفجر في ميعاده وتقرأ الأذكار. وشوفوا في فيديوهات ناس تانية وهتلاقوهم برضو بيقولوا الكلام ده. فالمهم انا هنا قرأت الاذكار. اذكار الصباح يعني مش هتاخد يا جماعة 10 دقايق على بعض، والصلاة مش هتاخد 5 دقايق، يعني قولي 10 دقايق بالوضوء مستحيل يعدوا الاذكار. والصلاة تلت ساعة. لو انتوا اديتوا تلت ساعة بس الصبح للمهمتين دول، هترتاحوا بقية اليوم. هنا بقى انا كنت خلاص خلصت بقى قراءة الاذكار والصلاة زي ما احنا اتفقنا. وبعد كده بقى ايه، سرحت شعري يا جماعة. حتى لو انتوا محجبات سرحوا شعركم، لان في ناس كتيرة بتعمل حاجة برضو غلط من البنات، ان هم اول ما بيبقوا محجبات ما بيسرحوش شعرهم، بيكسلوا. لا ده كده شعركم هيبوظ، فسرحوا شعركم يا جماعة. دلوقتي يا جماعة الفقرة المنتظرة، أخيرا لبس المدرسة وأخيرا دخلنا ثانوي وهنغير اللون البربل بتاع إعدادي. طقم المدرسة عندنا في ثانوي بيكون التيشيرت لونه أزرق. هو أزرق فاتح عن كده، يعني هو أزرق حلو فيروزي كده. والبنطلون بيكون سويت بانس لونه كحلي. والشراب انا ده جايباه عادي اسود ابيض، هاتوا اللون اللي يريحكم. ودي البندانه السوداء بتاعتي. طبعا في بنات بتحب مثلا تلبس طرحه لونها ابيض، او ممكن تلبسوا طرحه لونها كحلي زي الطرحه بتاعتي اللي هوريها لكم شويه كده. ومثلا ممكن تبدلوا البنطلون ده بسكيرت.
يعني براحتكم، قدامكم كذا اوبشن، وعايزاكم كمان تكتبولي في الكومنتس اليونيفورم بتاعكم شبه ده ولا لا، وايه الالوان بتاعته، وكمان انتوا بتتابعوني وانتوا في سنة كام، عشان انا بقى ايه مهتمة الفترة دي اعرف الناس اللي بتتابعني داخلة سنة كام. وبس كده، ده اليونيفورم بتاع المدرسة بتاعي وعجبني جدا جدا يا جماعة. دلوقتي بقى ندخل على فقرة اللانش بوكس. انا هنا حضرت اللانش بوكس بقى، شفتوا انا حاطة ايه في اللانش بوكس. بصوا، اول حاجة عاملة هنا سندوتشات عادي عيش فينو، هنا سندوتش جبنة بالزعتر والخيار، والسندوتش التاني بطاطس مهروسة بالفلفل الاخضر. انا بحب قوي قوي البطاطس المهروسة بالفلفل الاخضر، بيبقى طعمها تحفة، جربوها وهتعجبكم. وهنا بقى فوق حطيت هنا جوافة قطعتها وحطيتها. بس كده، اعملوا لانش بوكس بسيط، الحاجة اللي انتوا بتحبوها واللي بتاكلوها. وبس كده، هو ده اللانش بوكس بتاعي. طبعا انتوا تقدروا يا جماعة تاخدوا افكار، يعني لو انتوا بتحبوا مثلا زي الجبنة بالزعتر بيبقى طعمها حلو، وبرضو جربوا البطاطس دي زي ما قلت لكم هتعجبكم جدا. وفي افكار كتيرة قوي على السوشيال ميديا، اتفرجوا على فيديوهات وخدوا منها افكار واعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها. دلوقتي انا كده خلاص جهزت وحضرت اللانش بوكس وحضرت الشنطه اهي زي ما انتوا شايفينها، محضراها معاكم قبل كده في تجهيزات المدرسه. فدلوقتي احنا هنطلع عشان نستنى عمو اللي هيوصلني المدرسه. بصوا يا جماعة، الجو شكله تحفة قوي النهاردة، السما شكلها حلو كده والجو خطير. متحمسة قوي قوي لليوم ده، لان يعني طبعا زي ما انتوا عارفين داخلين مرحلة جديدة وكده. بس انا يعني ما عنديش فكرة الخوف اللي انا هنقل مدرسة جديدة، لان انا اصحابي هم وهي هي نفس مدرستي ونفس دفعتي ونفس كل حاجة. فمتحمسة بس عشان ايه، فكرة إيه ان انا ايه دخلت بقى مرحلة جديدة واللي هي ثانوي، وان هي ممكن السنة دي تبقى اخر سنة اروح فيها المدرسة، لان انا السنه الجايه بكالوريا، مش عارفه هيبقى اروح ولا مش هروح. فيعني السنه دي ممكن تكون اخر سنه اروح فيها المدرسه. فبجد الموضوع يعني محمس جدا جدا جدا. رجعنا اخيرا بعد يوم طويل وممتع جدا في المدرسه، الحمد لله كان يوم حلو. شفنا بقى اصحابنا اللي ما شفناهمش بقى لهم بقى لنا فتره، مش شفناش صحابنا وكده بقى قابلناهم. بجد النهارده كان يوم حلو قوي الحمد لله. وبرضو اكتبوا لي بقى في الكومنتس اول يوم مدرسه معاكم كان ايه، حلو ولا لا. واصلا في ناس انتوا بقى رحتوا معانا يوم الحد، ولا هتروحوا بكره اللي هو يوم الاثنين، ولا هتروحوا يوم الثلاث، ولا انتوا ايه هتروحوا امتى؟ لان طبعا هنا احنا في مصر مقسمين، يعني كل مرحلة بتروح في يوم في اول اسبوع، وبعد كده بقى الاسبوع التاني لو انتوا بقى طبعا مدرستكم زينا بقى كده كبيرة، اللي هي ابتدائي واعدادي وثانوي، هنروح بقى كلنا مع بعض. فالمهم هنا انا كنت رجعت من المدرسة وارتحت بقى شوية واتغديت، ودلوقتي نرجع للمذاكرة تاني. هذاكر النهارده يعني حاجات بسيطة صراحة، لان انا حاسة ان انا تعبانة، يعني مش قادرة، عايزة انام. عشان اول يوم طبعا انتوا عارفين كده بيبقى مهلك شوية ومتعب. فذاكرت هنا، سمعت درس الساينس، سمعت الشرح بس ما ذاكرتوش مذاكرة يعني مع نفسي بالورقة والقلم. وطبعا يا جماعة، لو انتوا لحد دلوقتي مش عارفين تذاكروا ازاي وعايزين تعرفوا احسن طريقة للمذاكرة، اتفرجوا على الفيديو بتاع اسرار الاوائل في المذاكرة وطريقتي في المذاكرة، هتلاقوه على القناة اهو، هحطلكم صورته على الشاشة. اتفرجوا عليه وبجد مستواكم ان شاء الله الدراسي هيتحسن 180 درجة. هنا بقى خلاص خلصنا مذاكرة الساينس، يعني سمعنا الشرح. قلت كده محفظ شوية كلمات في الانجليش، يعني حتى اللي انا ايه بس اقرأهم كده قراءة اعرف معانيهم، ونحفظ شوية منهم، مش شرط اللي احنا نحفظهم كلهم يعني النهاردة. بس المهم ان انتوا يا جماعة زي ما قلت لكم ما تعدوش اي يوم من غير ما تذاكروا فيه حتى لو حاجة بسيطة. المهم انكم تذاكروا حاجة جديدة كل يوم، حتى زي ما قلت لكم لو كانت بسيطة. ما تعدوش اي يوم من غير ما تذاكروا، لان المذاكرة اهم حاجة فيها هي الاستمرارية. لو مش هتذاكروا راجعوا على الدروس القديمة اللي ذاكرتوها قراءة، حتى يعني لو كنتوا تعبانين مراجعة كده بسيطة وخلاص. بس ما تعدوش كده اليوم من غير ما تعملوا فيه اي حاجة مفيدة. طبعا هنا زي ما انا قلت لكم قعدت كده اقرا الكلمات واعرف معانيها. يا جماعة، كلمات الحفظ في الانجليش مش اللي احنا نقعد يعني نكتب الكلمة كذا مرة، الطريقة دي غلط جدا. احسن طريقة عشان تحفظوا بيها اي كلمة في الانجليش مهما كانت طويلة او صعبة، هي انكم تقسموها لمقاطع صوتية، وتكونوا انتوا الاول متمكنين من الفونكس الصوتيات، وتعرفوا مثلا في حرفين مع بعض بيتحطوا مع بعض بيتنطقوا كذا. بالطريقة دي انتوا هتسبل الكلمة لوحدكم من غير اصلا ما تضطروا انكم تحفظوا كلماتها ايه. يعني اتعاملوا مع الانجليش زي بالعربي، احنا مش بنحفظ كلمات العربي، احنا عارفين ان الف بيتنطق مثلا، فاحنا نكتب وهكذا. اعرفوا النطق بتاع الحروف، بالطريقة دي هتقدروا تكتبوا اي كلمة من غير ما تحفظوها. وحتى مثلا لو كتبتوها مرتين او ثلاثة كده حفظتوها والدنيا بقت تمام.
دلوقتي خلاص خلصت مذاكرة، يعتبر داخلين على المغرب خلاص، فهراجع الورد بتاعي من القرآن. وصراحة أنا تعبت جدا النهاردة، مش هعمل أي حاجة تاني، هراجع الورد اللي عليا وهنام على طول. حتى تصوير بجد مش قادرة أصور أكتر من كده، هراجع الورد بس وهنام على طول، لأن اليوم كان طويل. وأول يوم ده دايما بيبقى معروف إن هو متعب كده وصعب شوية، بس صراحة كان يوم ممتع بالرغم إن هو كان يوم طويل، بس هو يوم ممتع الحمد لله. فهنا أنا براجع سورة النحل، هي اللي المفروض اللي أنا هسمعها الحصة الجاية في المسجد أول ما هروح المسجد. فهسمعها بقى كده، أراجعها مراجعة خفيفة وننام. وطبعا يا جماعة لو انتوا لسه بتحفظوا قرآن يعني جديد، ما تبدأوش من فوق، ما تبدأوش من سورة البقرة أو السور الكبيرة عشان هتبقى بالنسبة لكم صعبة شوية. ابدأوا من جزء عامة واطلعوا، هتخلصوا كمية كبيرة في وقت قليل فتتحفزوا. والآيات بتاعتهم سهلة وما فيهاش متشابهات كتير، إنما الصور اللي فوق اللي هي البقرة والعمران والنساء آياتها شوية يعني تقيلة وفيها متشابهات كتير. وده كان روتيني أول يوم مدرسة في أولى ثانوي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وطبعا لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له لايك وشير مع أصحابكم وقرايبكم علشان يستفادوا هما كمان. ولو دي أول مرة تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. عايزين يا جماعة نوصل ل3000 سبسكرايبر في أقرب وقت ممكن، وده طبعا مش هيتحقق غير بدعمكم، فاعملوا سبسكرايب للقناة دلوقتي. ولو عندكم أي سؤال اكتبولي في الكومنتس وأنا إن شاء الله هرد عليكم كلكم. واستنوني في فيديو جديد. باي.